بسم الله الرحمن الرحيم. عودا والعود أحمد، كل عام وأنتم بخير. في رمضان 2023 كل عام والأمة الإسلامية في كل مكان بخير، وكل سنة وانتم طيبين. رجعنا لكم تاني وكالعادة مستمرين في تقديم الحلقات الرمضانية. طبعا احنا بقالنا فترة منقطعين عن البث وعن الإرسال، وإن شاء الله هيكون في دروس يومية، ومستمرين في تحقيق الهدف الأسمى من إنشاء هذه القناة، وهو تنمية العقل الجمعي. أتمنى أن يرفع الله البلاء عن كل البلاد وعن كل العباد، وأتمنى أن يحل الخير في كل منزل، وأتمنى أن يوفق الله كل مجتهد في اجتهاده، والنية في مناقشة بعض الأفكار خصوصا في الفلسفة الإسلامية. وده اجتهاد، لأن أنا شايف إن في نوعية خاصة من العلم محرم علينا دراستها، على الرغم أن علمائنا المسلمين أو تراثنا الإسلامي كان زاخر وافر مليء بأعاظم الناس وأعاظم الفلاسفة والمفكرين والفقهاء اللي صاغوا حقيقة الأمر وعلة الوجود، وعلى رأسهم الشيخ الأكبر والنور الأبهر محي الدين ابن عربي. وأنا سبق يعني تكلمت في مناحي لابن عربي من سنوات، إلا أني أجد أن في علم محرم على العرب دراسته، وفي نوع من العلم مش محبب ان الناس تعرفه او ان الناس تدرسه. ليه انا الف وكل سنة ارجع تكون البدايات والاشتياق لهذا الرجل، الشيخ الاكبر محي الدين ابن عربي الاندلسي. الراجل يعني في حياته ما ورد لنا من اخبار انه كتب 600 كتاب ورسالة، اللي وصل منهم، لأن طبعا في أزمة في نشر الكتب، 100 كتاب على رأسهم وأشهرهم هو كتاب بنقول الفتوحات المكية، 4 مجلدات. ودي طبعا قسمها ل 52 سفر أو 52 باب بمفهومنا الحالي، 52 سفر. وكان حققها لنا الدكتور عثمان يحيى رحمة الله عليه. الراجل حقق منهم 17 سفر وتوفاه الله. طبعا المفكر المصري نصر حامد أبو زيد، إنه يروج عن فكرة الوجود مثلا لابن عربي في كتابه البالغ الدقة هكذا تكلم ابن عربي. علم هذا الرجل مفيش دولة في العالم إلا بتدرس ما وصلنا من فلسفة هذا الرجل، إلا إحنا مصر والدول الإسلامية خصوصا السنة اللي بيصفوهم بالكفر. كل سنة وانتم طيبين أولا. وعلشان أدخل في الموضوع، سيكون لنا درسا يوميا فيه تناول لبعض الشخصيات أو لبعض أعمال الشخصيات التي أثرت في الوجود البشري والوجود الإنساني. الموضوع لا يتعلق فقط عن كوننا مسلمين قدر ما هو متعلق بعلة الوجود. فإحنا النهاردة في حقيقة الوجود للشيخ الأكبر والنور الأبهر محي الدين ابن عربي. في عجالة، هو ولد في الأندلس في مدينة مرسي، أو مدينة يقال عليها الآن مرسية، ولكن كان في عصر انحلال الأوضاع في مملكة الأندلس، اللي بتسمى في ثقافتنا إحنا كمسلمين بسقوط الخلافة الأموية في الأندلس، أو بتسمى في ثقافة الجانب الآخر من أهل أسبانيا حروب الاسترداد. طبعا بين الزخم اللي تم والتضييق اللي تم من
المالكية في وقتها. هو جه مصر، ولما حضر في مصر كان أيامها حكم المماليك عندنا تقريبا، يعني على أرجح الأقوال في المصادر سنة 600 هجرية. النزاع اللي كان قايم في الحكم وشجرة الضر يعني إن شاء الله يكون في فرصة نتعرض لهذه المسألة. فاستقر به الأمر في مكة. شاف بنت هناك، وهنا مش الوقفة في إن الفقيه يشعر بالحب قدر ما هو يعني يرى فيها أنها معنى جميل للتجلي، تجلي اسم الجميل. البنت كان عمرها 17 سنة، وعلى رجح الأقوال برضو كان سنه 50 سنة. هي نظام بنت رستم الكيلاني اللي هو كان إمام الحرم. كتب فيها مجموعة من الأشعار، جمعها في كتاب سماه ترجمان الأشواق. ولما طبعا الناس بدأت تنتقد الوضع، فهو يشرح الكتاب في كتاب آخر ويسميه ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق. ليه كتابات الفتوحات المكية زي ما ذكرنا، وده كتاب بيدل على السباحة الحرة في الفكر والخيال، وده موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم فيه خصوصا في مسألة الوجود. ليه كتاب تاني شهير برضو منضبط اسمه فصوص الحكم، كتاب منضبط جدا. طبعا ليه رسائل كتيرة وليه شرح حتى في الحروف. حبيت أبدأ النهاردة بحقيقة الوجود. فكرة الوجود أو فكرة وحدة الوجود، وأنا من الناس اللي أؤمن بوحدة الوجود. لا يزال بتساق بعض الأفكار التكفيرية التي لا منطق لها لتكفير من هم على شاكلة الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، كمحي الدين ابن عربي والحلاج وأبو يزيد البسطامي والكثير من الفقهاء الذي قالوا بوحدة الوجود، وهم ناقشوها على فكرة أن الله يحل في الأشياء، اللي هي فكرة الاتحاد والحلول. فهذا المنطق لم ينادي به، أنا أكرر، أنا أؤمن بوحدة الوجود، ولكن ما تم ادعاء أن الله يحل في الأشياء كان مفهوم خاطئ أو ترويج خاطئ. الله لا يحل بالأشياء، وكان رأي للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي كيف يحل قديم في محدث. الحلول والاتحاد مفاده يا سادة أن يحل شيء في شيء، أن يحل شيء في شيء، كحلول الماء في الإناء، كل منهم ذات طبيعة منفصلة لا يختلطان، لأنك هتشيل المية من الإناء هيرجع كل واحد على شاكلته. لكن كيف لقديم أن يحل في محدث، وكيف في كامل لكامل أن يحل في ناقص؟ فدي أزمة. لكن على حقيقة الوجود، وده الهدف اللي هو الأجمل، أن وحدة الوجود جميعها هي الله، ليس على حقيقة الوجود سوى الله. فلاسفة كتير اتكلموا في هذا الشأن، ولكن تميز محي الدين ابن عربي في إيصال الحقيقة على النحو الدقيق جدا الذي يجعل نظريته أو ما جاء به من أقوال منضبط. إنما الخزعبلات اللي بتروج عن فكرة الاتحاد والحلول لا أساس لها من الصحة، ولا أساس لها على لسان الشيخ أو على لسان من كانوا من أنصار وأتباع هذه المدرسة، مدرسة وحدة الوجود. لكن لا يجوز لأي عاقل أن يتحدث عن الاتحاد والحلول. دي فكرة تكفيرية على الإطلاق، وليس في فلسفة الصوفية عموما فكرة الاتحاد والحلول يا سادة. ندخل في موضوع حلقتنا وهو حقيقة الوجود. في بداية التراث البشري نجد أن سقراط تكلم عنها، وأرسطو وغيرهم من فلاسفة اليونان، ثم انتقلت هذه الفلسفة إلى المسلمين. وأجد أن فلسفة أفلاطين هي من أثرت في فلاسفة المسلمين، على رأسهم العباقرة ابن سينا والكندي والفارابي، ولكن تميز عنهم الشيخ الأكبر
في تعديل نسق نظرية وحدة الوجود باتباع النظام الدائري وليس بالنظام الخطي. هنشرح نقول ده يعني. ولكن في عجالة في سرد الفلسفة اليونانية القديمة. سقراط كان يقول أن الله هو الصانع الأكبر، كل هذه الأشياء هي من صنعة الله، وهو صانع لم يعرفه أحد سوى بمدلولاته عن الصنعة. يجي بعده أرسطو، وهو زي ما بنقول كده المعلم الأول للبشرية، على اعتبار أن أعماله ضمت فلسفة عظيمة جدا. فقال أن الله هو المحرك بلا حركة، أو المحرك العاطل. يعني كل الأشياء تتحرك بإرادته وبمعرفته، ولكن هو ثابت لا يتحرك. ولما لقت هذه الفكرة هجوم من كل اللي حواليه، فحاول يضرب المثل علشان يبسط المعلومة. فقال مثلا لو ان مجموعة شباب موجودين وعدت عليهم امرأة جميلة او مرت عليهم امرأة جميلة، فهي حركتهم، ومع ذلك هي لم تتأثر بأي حركة من الحركات. وقال أن كل الكائنات تدور في شكل دائري، على اعتبار أن هذا الطواف هو أتم الأشكال. وقسم الخليقة أرسطو إلى 3 دوائر متداخلة: دائرة الحيوان، ودائرة النبات، ودائرة الجماد. ودي إن شاء الله ممكن يكون لنا برضو فيها دور في الشرح، ولكن في سياق الصانع الأكبر وسياق الفكرة عن الله. ثم يأتي تلميذه الذي يتحدث بهذه الفلسفة، وهو أفلاطين، الذي يبدأ يتكلم عن فكرة الخيال. قال له فكرة الخيال هي الفكرة التي تربط ما بين الإنسان وما بين المطلق، ما بين الحقيقة الذي تراه العين وما بين سبحات التفكير. ولكن كان عنده إشكالية في نسق الوجود، إنه قال أن الوجود في خط مستقيم له بداية وله نهاية، وهذا الخط ينزل من أعلى إلى أسفل. تحققت مشكلة كبرى رغم مساندة هذه الفلسفة وتأثيرها في فلاسفة المسلمين زي ابن سينا والكندي والفارابي، بأن فكرة الزمن، وأن الأشياء كانت لا زمن لها قبل أن توجد. تميز الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي في إدراكه لفكرة الخيال، وفي أنه بدأ يضع نسق لنظرية الخلق بتأثير الفلسفة اليونانية على لسان أفلاطين، وما كان قد ورثه من علم عن فلاسفة المسلمين كأمثال ابن سينا والفارابي والكندي. ولكن تمييز العوالم اللي هي ليها أصل برضو في الديانات، فكرة سفر التكوين مثلا في التوراة، وأن هناك أشياء كانت موجود في عالم أفكار ثابت، وخرجت هذه الأشياء من العالم الأفكار إلى عالم الماديات، عالم المتغيرات، عالم المادية. لكن ابن عربي يحاول يربط في فكرة الخيال ما بين ما تراه العين وهي الأجسام العينية، وما هو مطلق صعب إدراكه. فيحاول أن يضع مبدأ الفيض الأول أو الفيض عن العقل الأول. هنقول الكلام ده يعني. أخذ ابن عربي وقد تأثر بمفهوم المعتزلة في شأن الخلق، على اعتبار الله كما ورد في القرآن الكريم: الله خالق كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فوقف المعتزلة في تعريف مفهوم الشيء، وقالوا: كيف لشيء أن يظهر دون أن يكون موجودا في عالم الأفكار؟ فكان هذا التأثير أنهم قد افترضوا وجودا في عالم العدم، بمعنى أن هذه الأشياء
كانت موجودة في أصلها وتركيبها في عالة العدم يسري عليها قانونا قبل الإظهار. حللنا هذا الإشكال محي الدين ابن عربي في نظريته، نظرية الخلق وإيجاد الخلق ووحدة الوجود، وهو ما سطره في بداية الفتوحات المكية، وما اقتصه المحقق لهذا المؤلف العظيم الدكتور عثمان يحيى السوري كما ذكرنا، أنه اقتص عبارة: الحمد لله الذي أوجد الموجودات عن عدم وعدمه. إذن إيجاد المعدومات عن عدم هو مفاد بإعدام ونفي التخيل عن وجود هذه الأشياء، ولكن هذه الموجودات يضعها ابن عربي في فكرة الأجسام العينية في العدم، وأعاد كل هذه الأشياء إلى الاسم الجامع لكل الأسماء، على اعتبار أن كل الموجودات ما هي إلا كلمة من كلمات الله. وكان استدلاله عظيما بالنسق القرآني، على اعتبار قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، في خواتيم الكهف. الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي وضع لنا ما وقع فيه من خطأ، وهو تعدد الآلهة أو اتخاذ فكرة أن الله ينجب الله، ولكن هو يقول: كيف للكثرة أن تخرج عن الواحد؟ وحل هذه الأشكال بأن قال أن الوجود ما هو إلا دائرة، نسق دائري، تكون لهذه الدائرة مركز وهو الله أو اسم الله، وكل ما انبثق من هذا الاسم هو موجودات على محيط الدائرة في نقطة ما، وقرر أن إجازة وجود نقطة ما على محيط الدائرة الكلية كما يصح أن يكون مكان لانطلاق بداية، قرر أيضا أنها تصح أن تكون نهاية. وله من الأقوال قولة عظيمة جدا: كل ما في حياتنا دائري الشكل، الأمور كلها دائرية تبدأ من حيث انتهت. هذا البناء الدائري الذي يحاكي البناء الدائري للبنية القرآنية كما ورد في كتاب تاريخ القرآن للمستشرق الألماني العظيم تيودور لينتجن، وده واحد من أعظم 3 مؤلفات، هو ده واحد منهم في علم القرآن أو علوم القرآن. ندخل في مستويات الخلق والوجود لدى محي الدين ابن عربي. الوجود أو دائرة الوجود عند ابن عربي يقسمها إلى 4 مستويات كلها بالغة الدقة. المستوى الأول يسميه بالبرزخ الأول أو برزخ البرازخ، وهذه هي المحطة يقول أن ما بعدها هو يتعلق بالله، وهذا التفسيرات لا يعرفها أحد ولا يصل لها عقل. ويقسم هذا المستوى كالبرزخ الأول أو برزخ البرازخ على اعتبار ما اقتبسه من المسمى القرآني: مرج البحرين يلتقيان، وجعل بينهما برزخا، مرج البحرين يلتقيان. ويستدل بهذه التسمية من النسق القرآني في أن بحر العدم وبحر الوجود كلاهما ممزوج بفضل الأسماء التي خرجت من الذات العلية لتحريك هذه الموجودات وإضفاء صفة لها. هذا المستوى يعتبر خيالي جدا، قسمه إلى 4 عناصر أساسية، أولها هو الألوهية، وقال أن هذه المرحلة
في هذا المستوى ما ضمت إلا مجموع الأسماء التي تخرج عن مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ثم مرحلة أخرى تسمى بالعماء، وهي فكرة الأعيان الثابتة في العدم، فكرة وجود الشيء، الأعيان الثابتة في العدم. ثم للمرتبة الثالثة لهذا المستوى هو حقيقة الحقائق الكلية. ثم المستوى الرابع وهو الحقيقة المحمدية، والتي أرى فيها أن محي الدين ابن عربي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما عظيم في مقداره، كما كان يقول الحلاج رحمة الله عليه في وصفه صلى الله عليه وآله أن وجوده قد سبق القلم واسمه قد سبق العدم. هذا المستوى الأول الذي حدثنا فيه عن برزخ البرازخ أو البرزخ الأول كما سماه ابن عربي ب4 عناصر. ثم ينتقل إلى المستوى الثاني وهو عالم الأمر أو عالم العقول الكلية، ويقسم إلى 4 عناصر أخرى. العنصر الأول فيه هو القلم الأعلى، نون والقلم وما يسطرون، ويسميه أن إضافة لوجه القلم الأعلى العقل الأول. وقال أن تزاوج القلم الأعلى بالعقل الأول أوجد لنا ما يسمى بالنفس الكلية، والنفس الكلية لما تزاوجت مع العقل الأول أوجدت لنا الطبيعة والهواء كمستوى ثالث في عالم الأمر. والمستوى الرابع فيه أن تزاوج الطبيعة والهواء أوجد لنا الأجسام الكلية، القلم الأعلى، العقل الأول، النفس الكلية، الطبيعة والهواء، ثم الأجسام الكلية. ثم ينتقل إلى مستوى ثالث يسميه عالم الخلق، ويشير فيه محي الدين ابن عربي إلى كيفية تجليات الأسماء الإلهية التي أخرجت لنا العرش، ثم الكرسي، ثم فلك البرزخ، ثم فلك الكواكب الثابتة. ثم ينتقل إلى المستوى الرابع من فكرة دائرة الوجود عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي إلى عالم الشهادة أو عالم الكون، ويقسمه إلى 4 عناصر أو 4 درجات: الأفلاك ال7 المتحركة التي يتوسطها الشمس، ثم العناصر ال4 الهواء والماء